مساء الفل عليكم. انت عملت ايه؟ عملت ايه مختلف في حياتك عن الروتين العادي؟ بتشتغل، انت بتاخد مرتب، بتبدع في شغلك وبتعمل حاجات زياده، تمام، بتاخد عليها علاوات وترقيات وممكن تاخد مكافآت كبيره كمان. لكن انا بسألك عملت ايه مختلف عن اللي بتعمله كل يوم، عن الروتين اليومي بتاع الحياه. انا مثلا بعمل الفيديوهات ديت، بتغير لي المود بتاعي، لما حد بيعمل لي لايك، لما حد بيعمل كومنت، حتى الناس اللي بتعمل كومنت مش كويس برضو، ده نوع من التفاعل انا ببقى سعيد بيه. انت عملت ايه؟ انا عندي واحد صديقي بيحب الكتابه كويس، الف كتابين، اسمه بقى موجود في السوق على كتابين. انت عملت ايه مختلف؟ عندي واحد تاني بيحب الاختراعات والانفنشنز وكده، عمل اختراع لجهاز سكر جديد كويس، وخد براءة اختراع في امريكا، بتسجل باسمه. قول لي انت عملت ايه مختلف. اعرف حد كمان بنوته بتحب الخيل، بتركب خيل بره مواعيد الشغل. انت عملت ايه مختلف؟ كان عندي زمان واحد صديقي محمد الجندي بيحب المزيكا كويس، وانا بحب اعمل حاجه مختلفه. فاحنا مناديب صغيرين كده قررنا ان احنا نعمل اغنيه ونزعها للناس. رحنا مدرسه انترناشونال، مدرسه كبيره مهمه يعني، مدرسه عالميه، واتفقنا مع مدير المدرسه ان احنا هنحفظ الولاد. استأذنا منه وخدناهم من حصه، ومحمد اشترى اورج صغير كده اللي هو عارف انت ب3 شيلين ده كويس، وعمل لحن. وبعدين رحنا المدرسه، الراجل جاب لنا بقى بيانو كبير بتاع المدرسه، وابتدى محمد يعزف، وابتدت العيال تغني كورال، وانا ابتديت اعمل بقى زي المخرج. عملنا حاجه مختلفه انا ما عملتهاش في حياتي قبل كده. كان عندنا سعاده غامره، رحنا عملنا الموضوع ده، عرضناه في الشركه كانت حاجه لذيذه. اللي انا عايز اقوله لك ان انت لو طلعت بره الروتين بتاعك اللي انت متعود عليه، هتلاقي مود مختلف تماما تقدر تواجه بيه الحياه. الابداع اللي بيمنع الناس انها تبدع، انها بتبقى متخيله ان في حواجز وهميه كتيره موجوده، حواجز كتيره موجوده هي وهميه. يعني انت مثلا علشان تكتب متخيل انك انت محتاج تدور على ناشر، ومحتاج مين هيقرا كتبك، ومين هيعمل معاك لقاء، والكلام ده كله. الكلام ده مش مظبوط. انت كل اللي عليك بس انك تتحرك، ابدا اتحرك وهتلاقي كل حاجه حصلت. انا بقول لك صديقي دوت اكبر مني في السن، والف كتابين بقى موجودين في السوق. فما فيش حاجه منعاك ابدا. الحدود او الحواجز اللي انت حاططها لنفسك اللي منعاك دي حواجز وهميه مش حقيقيه. اتحرك وابدع هتلاقي نتيجه هايله، مودك هيتغير، هتلاقي نفسك مقبل على الحياه بشكل مختلف تماما بره الروتين اللي انت متعود عليه. انا حبيت يعني اشارك معاكم الحاجه ديت، لانها فعلا من الحاجات اللي بتغير مود البني ادم. اللي عندك موهبه، عندك حاجه انت حابب تعملها، اتحرك، بس ابذل عليها مجهود. يعني ما تبقاش قاعد في البيت وجايب الكتاب تقول انا بحب اقرا، لا لا لا، ابذل مجهود، اتحرك. كانك في الشغل بالظبط، كانك بتشتغل. احنا بنشتغل 9 ساعات وباقي اليوم، ولا 8 ساعات وباقي اليوم بتاعنا احنا. اعمل فيه نفس المجهود، مش هقول لك نفس المجهود، مجهود حتى لو اقل بسيط من مجهود الشغل، بس اعمل مجهود، اتعب على الحاجه بتاعتك اللي انت بتحبها. محدش عارف ممكن توصل لحد فين. مساء الفل عليكم.